لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 976 لواني كاين تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان وبست رزامن دي رب العالمين وهي ودان اوي ازي ستودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بەڵخۆشەویستان وەکو لە وانەی ڕابردوو لە خزمەت و ئاەتی پیرۆزەدا بووین کە لە ئاەتەکان پێشووتر خوای گەورە 4 مانگ مۆهلەتیدا لە بۆ ئەو کەسانەی کەوە لە موشریکین عهد و پەیمانێکی مطلقیان هەیە و یاخود عهد و پەیمانیان نییە. 4 مانگ مۆهلەتیان پێدرا لە یەوم النەحرەوە هەتا وەکو 4 مانگ لەو ڕۆژەوە مۆهلەتیان پێدرا فەسیحوا في الأرض 4 أشهر. پاشی تەوابوونی ئەو 4 مانگە فاقتلوا المشركين لو حالتي لهر چند درجيشنا مشركة كان أو مشركة كوا محاربة آمادنية من الكذب لبو هاتنا ناو إسلام آمادنية من الكذب بشير خوي لجير ساي حكم إسلام بجي آمادنية جزية بداتا آمادنية عهد بيمان بك بركو مشركة محاربة أو مشركة لدواي أو تسار مانجا لهر چند درجيشنا كوا محاربة بيكوجن فخذوه بيان كجن فاقتلوهم وخذوهم بأسيريان بقرن واحصروهم حصريان بكن لهر زيقاك ذاك وقيشنا أوان واقعدوا لهم كل مرصد لبيان دانشنو لهمو زيقاك لهمو ممر لهمو ريقاك دا أجر توبيان كر أجر نويجيان كر أجر زكاتيان دا أو بريان بدن إن الله غفور رحيم. الله تعالى غفور رحيما. ابن القيم رحمة الله يبذل الحرم ها هنا هي أشهر التسهير كواتا دفرمي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم أو حرم ليلة أو تسار مانجي كواخوا يقول فسيحوا في الأرض 4 أشهر كواتسان لتشيو دس بيد كواتا كنجينا يكميان يوم الأذان كوا يوم النحرة يكم روج زجن قربان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة لروج ديم ذي الحجة كوا كم روج زجن قربانه وهو يوم الحج الأكبر أو روجي كوا بيقوت الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك وآخرها العاشر من الربيع الآخر كواتا بردوام دبي أو روجه هتات سالما كوا كوتاي بيدي لروج ديم ربيع الثاني. وليست هي 4 المذكورة في قول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أو تسار مانغانية كوالو آتي لسورة التوبة باز ذكات كوا هندق لمفسين وهاليك دنوا أشهر الحرم واتو تسار مانغا كلام صالح دا بيقوتري أشهر الحرم فإن تلك واحد فرد هو رجب و3 صرد وهي ذو القاعدة وتالياه كواتا أو تسار مانغا كوا بيقوت أشهر الحرم سيما جلدوايك ذو القعدة وذي الحجة ومحرم رزبيش لدوايوان نية بلكو مسافق لبينه لقل أو كان تر كواتناخر أو تسار مانقبي ولم يسير المشركين في هذه 4 فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية أو تسار مانقبي لدواي يكترينيا أو نابي أو آتا مبستي أو بي وهو إنما أجلهم 4 أشهر ثم أمره بعد انسلاخ أن يقاتلهم كواتل رده مبستك أو تسار مانجي أشهر الحرم نية كوا لهم صالق داها بلكو أو تسار مانجي كوا ليوم النحر كإعلان كرا لعشر ذي الحجة حتى وكو ديمي ربيع الثاني والله أعلم.
لفتح البيان دادل. ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن قتال من لا عهد له من المشركين في هذه الأشهر الحرم. كواتا معناه آتا أولي وردجيري كوا أو تسار مانجا فسيحوا في الأرض 4 أشهر لو تسار مانجي أوي كوا مشركة عهد بيماني شيني لو تسار مانجي قتال لقلنا كري لبروي بعام فرموا فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحر، فكان الباقي من الأشهر الحرم التي هي 3 المسرودة 50 يوما تنقضي من قضاء الشهر المحرم، فأمرهم الله بقتل المشركين حيث يوجدون، وبه قال جماعة من أهل العلم. كاتو اشتاقل سركاتو كوا لا 10 ذي الحجة باب لا عفوا لا يوم النحر كوا ديم روجي ذي الحجة حتى وكو دي ربيع الثاني أو أنا مهلتي عند دري أو مشركان كوا عهد بيمان شرها أنا يأخذ عهد بيمان يعني يأخذ عهد بيمان يعني إيش كانت أو تسار مانجا مهلتي عن بيدرا لدواي أو حكم على سرجة بذكره. سيوطي دليل إكليل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة. وأنا أحكام نهائية لسورة التوبة دابزيا كان بيشوتر زياتر هاني مسلماناني داكوا عفويان بكن هرسند غدرتان لذكن هرسند وادكن عفويان بكن لا يان ليبكن وبشتيان تيبكنو هول بدن عهد بيماني على قلبكن بلام لدواي دابزين وآتا أو نسخي أو آتا نبو كواتا لو حالتي مشركة كان يعني وتدى ببابند بن بأداء جزية يعني عهد بيماني شي محكميان هبي يعني أوتا ملكز بن لبوي كوالا جرساي إسلام بجين أجرنا دبي مسلمان بن أجرنا دا كجرين. من قوله تعالى فإن تابوا لدواء كواخواي سبحانه وتعالى فرمي أجر توبة ينكر فرمي الآن أن الأمر بتخلية السبيل معلق على شروط 3 كواتا فخلوا سبيلهم دستيان ليبردنوا وان ليمكنوا ما ينكجن تفرمي سيمرجي هي التوبة توبة بكن نواجب كن زكاة بدن، فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر. أجر أوسع شرطان لناها تزي توبان لكفريان نكردو نواجه نكردو زكاة يندا هل يقلو سي شرطين لناها تزي أو معرض لبويكا ومسلمان بها كجن. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتل مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها. أبو بكر الصديق خوالي رازي بلدواي وفات بها صلى الله عليه وسلم ككسان لعراب مشهور بمانعي زكاة قلت يعني ما زكاة نادين. أبو بكر الصديق خوالي رازي بكو خليفة بها صلى الله عليه وسلم إعلاني قتال وجهادي لسر كردن لبروي آن آماده نبون يقلو سيشرتان لبيت هزي كأويش أداي زكاة اللي إعلاني قتالي لسريان كرد كواتا يقلب القكانبو كوا مانعي زكاة دبي بكجرة دبي قتالي لقلبك لو مانعي. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. لو عبد الرحمن كور زيد كور أسلم دفن رحمتي خوال أبو بكر تنتيجيش تيبو لآت كان خواي قولا. لا تفسير سعد الضلاء وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما. كاتو آتبال قيل سلوها الكسيك خوي بيوا مسلمان ما دام أتو إعلان إسلامتيد كده والله نواجهناكم يعني زكاة نادم أو الشر اللي قال ذكري حتى وكو ديدا حتى وكو نواجدك وحتى وكو زكاة دا هل وكو دفن كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حتى أبو بكر الصديق شوية رازيبي أو آتي بل قبل بقتال مانعي زكاة. ولا صحيحين جدات ابن عمر خوي يقول لخوي باب الرازي بلا بيغمبر دجرت صلى الله عليه وسلم دفرمي أمرت أن أقاتل الناس فرمان بيكريك وقتال لقى خلشبكم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كواتا فرمان بيكريك وقتال لقى الخلشمتا شهد مان دينا بعقيدة التوحيد بيغمبرياتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأهلها أن يجب كانوا زكاة بدن ديار وكو علماء كباس لو حديثه لو آتان دكن ضلين يعني أقربتو موضوع كبتوات هم أطراف آت أحاديث كان بيني وزربار أوابته وتقتال لقل محاربان ذكم لقل كافري محارب ومشركة محاربة كان قتال ذكم بلام أويكوا
کافریشە بەڵام مسالمە بەڵام ئیعلانی حربی لەسەر مسلمانان نەکردیە ئامادەیە لە ژێر سای حکمی ئیسلامش بژیە ئەوە لە بۆی هەیە لەبەرەوەی لا ئیکراهە فی الدین. پاشان لە تەفسیری قاسمی قولی ئیبن القەیمی هینایتەوە دەربارەی سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەگەڵ کافر و منافقەکان کوو بووە لەو کاتێکەوە نێردرایە هەتاوەکو بە خزمەتخوای گەورە دەگاتن. ئیتر بە کورتی دەفەرمی یەکەم جار کە خوای گەورە سبحانه وتعالى وحی لە بۆ پێغەمبەر ڕەوانە کرد صلى الله عليه وسلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق أو يكم بابلين يكم خطوي بيغمبراتي بو كوا لنفسي خوي اقرأ باسم ربك الذي خلق بخين توا لسرت هذا فرمان بينكرا وبالتبليغ فعشان أيها المدثر قم فأنذر أو زالوين دريرا خوي سبحانه وتعالى تكليف لك كوا تبليغيش بكاتا ثم أمره أن ينذر أو تبليغكش فرمان بيكري كم زار عشيرته الأقربين خوي يقول فرمان بيكر عشيرة نزكي خوي باشان قومكي أو زاب مراب جين وتبليغهم بك باشان أويل دور بريتي لعرب باشان همو أنذر العرب قاطبة يا كم زار عربي دور بري خوي أو زا همو عرب بقشتي ثم أنذر العالمين باشان همو عالمين لبرو بيان صلى الله عليه وسلم لبو همو دنيا هاتيا يتردى فرمي أقام 12 سنة بعد نبوته كواتا 11 سال 12 سال طبعا 13 سال لباش پیغمبراتیەکەی دعوەی کرد پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بەبێەوەی قتال لەگەڵ کەس بکە و هەروە فەرمانی پێکرا بوو لەو 13 ساڵەی مەکی کەوا سەبر بگری عەفووی هەبیتن دەستی خۆی بگریتەوە لە قتال پاشان ئیزنی پێدراکەوە هیجرەت بکە پاشان ئیزنی پێدراکەوە قتال بکاتن أن يقاتل من قاتله أو كوا قتال لقل دكا قتال لقل بكا ويكف عن من لم يقاتله وهو باشان واز بيني لو كوا قتال لقلناك باشان لمرحلة دواتر أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله باشان فرمان فكر كوا لقل همو مشرك كان قتال بكا حتى يكون الدين ديني خوابي حكم خوابي أو زوي هرنا بتا مسلمان جبال جير ساي حكم إسلامي بجيو محارب النبي ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام فعشان لدواي أو يتر كافر كان لبران بروي نبونا 3 قسم أو 3 قسمان زيادتنيا يعني أهل صلح وهدنة يعني تصلح مهادنان هي لقى الإيمان داران يعني أهل حرب يعني أهل ذمية كوال جرساي إسلام دادجية فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد كواتا فرمای فكرة برامبر بوانك عهد بيمانيان لقالي هي عهد بيمان لقاليان بقين تسر حتى وكو أوان بابند بعهد بيمان كان ايش بابند فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم يتر أجر لو يترساوان خيانة بكن نشانه اللي بيدا بكل سورة الأنفال باس ما كرد أو بيست عهد بيمان كهرب بواشين توا أو قتالا لقلبك ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد قتالا لقلناك حتى وكو بين رادقين عهد بيمان ما أوزق قتالا لقلدك وأمر أن يقاتل من نقض عهده وهو فرماي فكرة كوا قتال لقلو كسام كوا عهد بيمان دشينا لدواي تابزين سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وأن إلى أهل كتاب قتاليا لقلدك حتى جزية ددا أو يدخلوا في الإسلام يعني ديننا إسلام وأمروا فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم فرماي فكرة جهاد لقى الكافر والمنافق كان بكا تنبي لسريان فجاهد الكفار بالسيف والسنان الجهاد لقى الكافر كان كر بشيروا بقوة والمنافقين بالحجة واللسان إتر برامبر بمنافق كانش بسي ببلغو دليل جهاد لقى اليانكر وأمروا فيه بالبراءة من عهود الكفار إتر لدواي دابزين سورة براءة خوي يقول فرمان فكر عهد بيمان نما لقى الكافر كان ونبذي عهودهم إليهم وعهد بيمان كان شيء فردا وبيشان وجعل أهل العهد في ذلك 3 أقسام عند فرم أهل العهد ليرة كرد 3 قسم قسما أمره بقتالهم قسمك خوي يقول فرمان فكر قتالين لقلبهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له أوانيك وعهد بيمان يشكان ديو فابن نبوينا خوي يقول فرماني فكر كوا قتالا لقلبك فحاربهم وظهر عليهم يتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم قتال لقل كردنو خواهي قورا نصرتش بقسمت كرد
وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه قسمك لمشركة عهد بيمانشي مؤقت وبكاتش دياري كراو هل يان نوشان دبوا وهروها يارمتي دجمنيشان ننداب لديش بيان صلى الله عليه وسلم خواهي يقول فرمان فكر أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم عهد بيمان بقين تسر حتى وقتك التوابد وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوا قسمة لمشركان عهد بيمانيان نبلغ البيان صلى الله عليه وسلم محاربش يان نكربوا أو كان لهم عهد مطلق يعني أوتا عهد بيمان الشي رهايا هبلغ البيان صلى الله عليه وسلم ببيئة وقت ديار بكن فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر فرماني بيكر بيان صلى الله عليه وسلم كوات سار مانج مهلتيان بيدا باشان أجا أو سار مانج خلاص بو أن يقاتلهم فجعل الناقض لعهده فقتل الناقض لعهده أو كوا عهد بيمانش كان بيان صلى الله عليه وسلم فرماني بيكرابو كوا بيان كوجي وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر أو كوا عهدش مطلق يعني هيز عهد بيمانية سار مانجا مولت بيدرا وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى مدته وفرماني فكر أو كوا عهد بيمان دقين تسر حتى مدة خوي تواود بي فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقم على كفر إلى مدتهم كواتا همو أواني كوا أو عهد بيمانانيان هبو كوانياش كان دبو هميان مسلمان بون لسر كفر كي خويان نما نوا وضرب على أهل الذمة الجزية إتر أواني كوا أهل ذمة مجموعة الجرسة حكم إسلام دجيان أو جزية لسريان دا سباندو فاستقر أمر الكفار بعد نزول براء على 3 أقسام كوات الدواي دا بزني سورة براء بون سيقسم كافر كان يان محارب يان أهل عهد يان أهل ذمة باشان ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام أو أهل الصلح بن مسلمان بن فصاروا معه قسمين محاربين وكواتا أهل عهدك مسلمان بن دو قسمي دي كمان ويان محاربين أهل ذمة والمحاربون له خائفون منه سبحان الله لدواء إقامة دولة الإسلام إتر أنا محارب ليد ترسان فصار أهل الأرض معه 3 أقسام مسلم مؤمن به بقشتي يان مسلمان بو يان مسالم له آمن يعني وتا بابلين مسالم له آمن كواسلمي لقل بيان صلى الله عليه وسلم بعهد بيماني هبو أمين بو يان محارب بو بلام خائف بو لبيغمبر صلى الله عليه وسلم ليدة ترسا يتربو شيء بكرتي سيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل كافر كان وهبو لقل منافق كانش ظاهري ليان قبول لكردو باطنة كشن على ولا إخوائي قورة سبحانه وتعالى وهروا بعهد ببلغو دليليش بيان صلى الله عليه وسلم جهادي بردامي لقل المنافقان هبوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون